اليوم يا إخوة لاحظت ملاحظة أن واحدة من بناتي اشترت لها مجموعة ألعاب، وجت توريني إياه وقالت يا بابا أنا اشتريت ألعاب شكلها مرة حلوة. قلت وريني ألعابك. لما شفتها طبعا جابتها طلبية عن طريق النت، فلما شفتها تأملت فيها وجدتها أن في الحقيقة هي آلهة بوذا، أو من آلهتهم اللي يعبدون، لأنهم عندهم عدة آلهة، وكل آلهة لها يعني مطلب خاص أو متميزة بشيء خاص. فجبت بنتي ونبهت على هذا، قلت هذه كلها آلهة اللي تشوفينها، هذه اللي يزعمون أنها لا تتكلم أو لا تسمع الشر، وهذه لا تتحدث بالشر، وهذه لا ترى الشر، وهذه تتأمل بالخير أو كما يزعمون. فبينت لأن هذه آلهة كفار وبوذيين ولا يصح أن نقتنيها كألعاب، لذا وجب حقيقة تنبيه على الإخوة أنهم ينتبهون ألعاب أطفالهم، ولا تتسلل إلى بيوتنا وأطفالنا وتغير عقائدهم.